تجربة اتعملت على 120 راجل وست لمدة 6 أسابيع كانوا عاوزين يخسوا. كانت قايمة إنهم يقللوا أكتر من 50% من الكالوريز بتاعتهم اللي كانوا بياخدوها في اليوم، بس النتيجة كانت إن شوية منهم خسوا وشوية تخنوا. الدايت مش كلام وخلاص نسمعه من أي حد، ده لايف ستايل بيتحدد مخصوص على شكل جسمك. النهارده هنعرف نوع جسمك وإزاي تحافظي عليه وتخسي في المناطق اللي أنت عاوزة تخسي فيها. مبدئيا كده في نوعين، النوع اللي بيتخن في النص اللي فوق وده اسمه اندرويد زي الابل بادي او جسم التفاح، والنوع اللي بيتخن في النص اللي تحت وده اسمه جاينويد زي البير بادي او جسم الكمثرى. الاندرويد بادي اللي زي جسم التفاحه ده اكتر جسم بيتعرض لامراض القلب، وعلشان كده مفتاح للجسم ده هو انك تظبطي معدل السكر في الدم فيه. يعني مثلا خلي وجبه من يومك فيتامين سي، لان فيتامين سي بيقلل الكورتيزول وده المسؤول عن توزيع الدهون في بطنك. اتعملت تجربه قالت ان قله فيتامين سي في الجسم بتسبب زياده في وزن البطن بنسبه اكتر من 130%. كل الحاجات الخضراء اللي فيها الياف كتير زي السبانخ لانها بتتكون من المغنيسيوم وده من اكتر الحاجات اللي بتظبط معدل السكر في الدم. الكربوهيدرات اللي انت بتاكليها يفضل تكون بارده، علشان لو كانت سخنه الجسم بيمتصها وبالتالي بتزيد زياده في بطنك، لكن لو كانت بارده الجسم بيخرجها زي ما هي، وكمان بتزود معدل الحرق في بطنك بنسبه اكتر من 20%. كمان اطبخي بزيت جوز الهند لانه برضه بيزود معدل الحرق في البطن. ابعدي عن الدايت الصعب اللي بيكون اقل من 1300 كالوري في اليوم، لان ده بيقلل معدل الحرق في بطنك وبالتالي جسمك بيحتفظ بالدهون وبالتالي بتحسي نفسك بتخسي بسرعه. اما بقى الجاينويد بادي او اللي زي جسم الكمثرى ده غالبا بيكون بسبب زياده في هرمون الاستروجين. احسن حاجه ليكي هي البروتينات اللي ما فيهاش دهون زي السمك والسالمون. الدهون اللي فيها زي الاوميجا 3 فاتي اسيد دي دهون صحيه. ابعدي عن اي جبن تقيله او كريمه او اي صوص كافيين كحوليات صودا لانها بتزود الدهون في نصك اللي تحت. الكالسيوم من الحاجات الكويسه للجسم ده لانه بيعيد توزيع الدهون في المنطقه اللي تحت. كمان كلي حاجات فيها الياف كتير زي الفول او العدس او السبانخ، وابعدي عن اي دهون في اكلك. نصيحه على جنب للاور جلاس بادي او جسم الساعه الرمليه، لو عايزه تحافظي على جسمك ابعدي عن اي حلويات او اي منتجات قلبيه. عموما اي جسم هو بيخس محتاج ياخد باله من كام حاجه، يظبط السكر في دمه ويبعد عن اي كحوليات وصودا. كمان يشرب ميه كتير لان الميه بتزود معدل الحرق بنسبه اكتر من 30% في اول 10 دقائق وبتوصل الماكسيمم بتاعها بعد 40 دقيقه. كمان ما ينامش اقل من 8 ساعات في اليوم، وبعدي انك تخسي في عضلاتك لانك لو خسيتي في عضلاتك ده بيقلل معدل الحرق في الدهون، بالتالي جسمك بيجمع دهون اكتر. حددي الدايت بتاعك ان يكون لايف ستايل ليكي، مش مجرد فتره بتخسي فيها وبعدين ترجعي لعاداتك القديمه. عموما لو انت بتخسي املي دايما نص طبقك سلطه وابداي باكلها، بعد كده كل البروتين، بالتالي هتقدري تشبعي من الحاجات اللي ما فيهاش كالوريز عاليه وبالتالي مش هتاكلي كتير في الحاجات اللي فيها كالوريز كتير. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك شير على الفيسبوك او سبسكرايب على اليوتيوب شانل. اشوفكم الفيديو الجاي.